انت عارف ان لوجيك برو فيه درامر جاهز للشغل على طول بإشارة منك؟ يا مساء الفل على كل الموسيقيين والمذيعين في الوطن العربي. انا النهارده جاي اتكلم على السيشن بلاير، خليني اوريك ازاي. لو جيت كده دوست على بلس او عايز افتح تراك جديد وجينا في النص هنا هنلاقي حاجه اسمها السيشن بلاير. انا النهارده هتكلم على الدرامرز والمره الجايه هتكلم على البيس بلاير والكيبورد بلاير. طيب لما تدوس على الدرامرز اندر ديتيلز هيفتح لك فيه ستايلات الدرامرز. خلينا نجيب واحد منهم وندوس كرييت. اول لما بتدوس كرييت بيفتح لك تراك لونه اصفر، وده تعرف منه ان ده السيشن بلاير، وده الكنترولز بتاعته او ادوات التحكم فيها. خلينا نسمع كده اول ايقاع هو حاطه. طيب هو ايه فكره الدرامر بلاير او السيشن بلاير؟ السيشن بلاير عباره عن ذكاء صناعي من شركه ابل، بيقدر ان هو يلعب ايقاعات وتقدر تعدل عليها وتغير فيها كل حاجه انت عايزها. يعني مثلًا أنا دلوقتي شغّلت حطيت الدرامرز وده الإيقاع اللي اشتغل، لو أنا مش عاجبني كل اللي عليّا هانزل على regenerate زي ما أنت شايف. لو ركّزنا هنا هنلاقي الأشكال اتغيّرت، كل ما بادوس بيغيّر الأشكال، وكل واحد من ده تراك درام جديد. وبيلعب معاه لازمة وبيلعب معاه كل حاجة. طيب أنا ممكن أقدر أتحكّم في الدرامر ده إزاي؟ أول حاجة عندي هنا الcomplexity هي درجة تعقيد اللاعب وهو بيلعب. يعني مثلًا أنا لو علّيت الcomplexity على الآخر واسمع كده، هو نفس الإيقاع بس غيّر التعقيد بتاعه، كل أمّا أنزل كل ما هيخف اللعب. أنا ممكن أنزل لزيرو خالص، خَف اللعب خالص. فأنا باقدر من الcomplexity أتحكم في درجة تعقيد الإيقاع نفسه. طيب الزرار اللي جنبه ده اللي هو intensity، الintensity اللي هي شدة الضربة على الdrums نفسها. لو أنا نزلت بيها خالص زي ما أنت شايف خَف الإيقاع خالص وابتدى يلعب على الside. أعلّي بيه شوية، ممكن أعلّي الintensity على الخالص. زي ما أنت شايف كده الsnare بيضربها جامد. طيب إيه تاني أقدر أتحكّم فيه؟ مبدئيًا هنا أنا عندي ممكن أقول له يلعب على أجزاء من الdrums نَفْسه وحاجات لأ. يعني أنا لو قُلت له هو بيلعب كده high hats، لو قُلت له كده هيلعب rides، لو قُلت له هنا هيلعب dom أو الtoms بتاعته. طيب إيه تاني ممكن أنا أقدر أتحكّم فيه؟ زي ما أنت شايف كل ما بادوس هنا بيغيّر الpattern ده اللي هو مجموعة لعب هو عايز يلعبها إزاي. ممكن برضه آجي من هنا واختار هو عايز يلعب إيه. يعني ممكن أقول له مثلًا دي وقُلت له مثلًا على 4 بُص هيلعب أو مثلًا أقول له دي. فكل واحدة من دول باقدر أغيّر الstyle بتاع اللعب بتاعه. طيب من تحت هنا باقدر أتحكم في الkick والsnare. يعني أنا ممكن أقول له في كل دي patterns، لأ أنا عايز الpattern ده أو النمط ده زي ما أنت شايف هنا. دوم، تاك، دوم، دوم، تاك، دوم، تاك، دوم، دوم، تاك. تمام؟ أو أقول له مثلًا عايز النمط ده. هو شارح لك هنا اللي فوق ده الsnare واللي تحتيه ده الkick. فأنا أقوم عايزه مثلًا يلعب snare بعد كده kick وبعد كده snare. فلو اخترت الpattern دي زي ما أنت شايف تاك، 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 دوم، تاك، دوم، تاك. طيب أنا ممكن أختار حاجات تانية، في عندي حاجات كتير. أقول له مثلًا دي. طيب بعد كده في الجزء الأخير ده بتقدر تتحكم في الfill in أو اللازمة اللي في النُص. طيب أنا لو حبيت أحط لازمة في النُص، أسهل طريقة إن أنت تحط لازمة في النُص اللي أنت تيجي بالمقص بتاعك وتقص في الحتة دي، هيعمل لازمة هنا. يعني أنت لو سمعت كده
أو أنا آجي مثلًا على البار التاني وأقول له عايز لازمة هنا مثلًا، فهو دلوقتي هيلعب مازورة ويلعب بعديها لازمة، وأقول له هنا مثلًا عايز لازمة، تمام؟ يبقى أنا كل لمّا أقُص هيبتدي يحط لازمة قبل ما يخش على المازورة اللي بعديها أو الregion اللي بعديها. طيب، هنا بقى أنا أقدر أتحكم في اللازمة نفسها، بمعنى إيه؟ يعني مثلًا خلّينا نرجع هنا ونقول له أنا عايز لازمة هنا في الحتة دي، تمام؟ ونسمع كده من الأول. تمام. أنا لو جيت زوّدت زي ما أنت شايف بيزوّد عدد اللازمات، يبقى المفتاح ده بيزوّد عدد اللازمات كل قد إيه، يعني لو حطيتها 100% هيعمل لازمة كل شوية، زي ما أنت شايف كده. تقريبًا بيلعب لازمة كل بازورة. طب أنا أقدر أتحكم فيها بإن أنا أقدر أنزل بالزرار ده، ده بيتحكم في عدد اللازمات. طيب الfill complexity، الfill complexity هي درجة التعقُّد بتاعة اللازمة. تاني، يعني أنا لو جيت نزلت كده بالfill قفلتها خالص وتعالَ اسمع اللازمة دي، يعني مثلًا خلّينا كده هانزل باللازمة بتاعتي واحطها كده ونسمع اللازمة دي، زي ما أنت شايف كل ما باغيّر بيغيّر قوة اللازمة، يعني أنا لو سمعت كده علّيتها على الآخر هتسمع مختلفة تمامًا. فأنا من هنا أقدر أتحكم في كل حاجة في الإيقاع، اللازمة، قوتها، شدتها، مساحتها، كل قد إيه، كل ده في أول الmain. بعد كده بنخش على details. الdetails بيشرح لك هنا حاجة اسمها الghost notes. الghost notes دي الدرامر وهو بيلعب الstick بتاعته أو العصاية بتاعته ممكن يلعب بيها نوتة في النُص، بمعنى يعني خلّينا كده نقلل الcomplexity عشان نسمع إيقاع صريح ونقلل الfill. خلّينا نسمع كده من الأول ونركّز في الإيقاع. أنا لو زوّدت الghost notes سمعت الفرق؟ هاقفل الghost notes خالص، بيكتب أو بيلعب إيقاع خفيف جدًا. لو زوّدت الghost notes خلّينا مثلًا 50%، شايف الفرق أو سامع الفرق؟ أنا ممكن أزوّد الghost 100%، اسمع بقى اللي بيلعب إزاي. طَب إيه تاني أقدر ألعب في الdetails بتاعته؟ الsnare دي ممكن أخلّيه يلعب في نُص السنيرة بس. خلّينا نقفل الghost عشان نسمع، أو أخلّيه يلعب rim shot، أو هاقول له يلعب side stick، أو أقول له العبه على الtoms. تمام؟ وبعد كده هنا بيقول لك percussions آلات مساعدة، يعني إيه مثلًا؟ أخلّيه ممكن يلعب تمبرين، يلعب مع الإيقاع زي ما أنت شايف، وعندي هنا عدد 3 تمبرينز ممكن أختار منهم، وده التالت، وبعد كده عندي shakers، shaker 2، shaker 3، claps. فأنت هنا ممكن تتحكم في الpercussions اللي أنت عايزها.
بعد كده عندك الهاي هات، الهاي هات عايزه يلعبها إزاي؟ أوتوماتيك طبعًا هو من نفسه هو هيختار يلعب الإيقاع إزاي، أو أقول له أنا عايز الهاي هات تبقى مقفولة، فهيلعبها مقفولة، أو أقول له أنا عايز الهاي هات نُص مقفولة، أو نُص مفتوحة، زي ما أنت شايف الإيقاع كل مرة بيتغير، أو مفتوحة خالص. طيب، يبقى من هنا أقدر أتحكم في شكل أو صوت ودرجة الإيقاع نفسه. عندي هنا في الجزء التاني تحت details الfeel ده اللي هو الإحساس اللاعب نفسه، إحساس اللاعب أنا ممكن أخلّيه حاجة اسمها يpull، معنى إن يpull إن هو يبقى أبطأ من المترونوم نفسه. يعني أنا لو جيت شغّلت مترونوم كده، اسمع كده، ولو خلّيته يpush هيزُق قبل المترونوم، زي ما أنت شايف بتتحرك معايا بتتحرك معايا ال الإيقاعات نفسها، لو خلّيته يpush مثلًا تمام، يبقى ده الfeel أقدر أتحكم فيه في الإحساس بتاع اللاعب، إن هو يبقى أسرع شوية أو يبطأ شوية. بعد كده الdynamics درجة شدة اللعب في النُص، يعني مثلًا ركّز كده معايا، فأنا من هنا أقدر أشكِّل الإيقاع بتاعي. بعد كده الhumanize إن هو ما يبقاش ماشي بالضبط كإنه كمبيوتر اللي بيلعب، لأ، يخلّيه بني آدم، إحساس بني آدم وهو بيلعب، فيأخّر في إيقاع، واحدة سنيرة تنزل متأخّر سِنّة، كِك تبقى سابقة شوية، بيدّيك الإحساس العازف الحقيقي أكنه بني آدم هو اللي بيلعب. طيب، يبقى من هنا أنا أتحكّم في الإحساس، الdynamics شدة الإيقاع، والروح بتاعة الإيقاع الhumanize. بعد كده عندي الtempo هنا بيقول لك لو فتحتها هيقول لك half time، يبقى هو هيلعب نُص سرعة الإيقاع، أو يلعبوا standard ده السرعة الطبيعية، أو double time لو عايزه يبقى double، أو أقول له automatic وهو هيمشي مع الspeed بتاعتي. دي برضه حاجة أنا كنت عايز أقول عليها، إن أنت مهما غيّرت السرعة، يعني مثلًا لو نزلنا ل90 هو من نفسه هيضبط الإيقاع، طلعت 140 مثلًا، هو من نفسه شغال مع السرعة اللي أنت حاططها، مهما سرعة أي سرعة أنت حطيتها هو هيشتغل عليها. طيب، بعد كده عندي manual أنا أقول له إيه الإيقاع اللي عايزه يلعبه، يعني أنا مثلًا عايزه يلعب بيزا كل بار، هتسمع كده، أو عايزه مثلًا يلعب بيزا كل بارين، 2 1 2 1 2، فهنا ده بار كامل 4 عدّات، 1 2 3 4، فأنا لو قُلت له عايز 4 على كل عدّة فيبقى 1 2 3 4، أو أقول له بيزا واحدة كل 4 عدّات، 1 2 3 4 1 2 3 4. طب الmanual أنا ممكن أستفيد إيه بالmanual؟ ممكن بالmanual اللي أنا أقول له يكتب الإيقاع اللي أنا عايزه. فأنت مثلًا عايز تعمل إيقاع دوم، تك، دوم، تك، دوم، تك، دوم، تك، دوم، حسب ما أنت عايز تقول له يعمل إيه، دوم، تك، أو دوم، تك، زي ما أنت عايز.
عملت إيقاع مقسوم. ولو رجعت هنا أقول له مثلًا أنا عايز الهاي هاتس مقفولة. يبقى أنا كده عملت إيقاع مقسوم. تمام؟ أقدر بعد كده إن أنا أقول له copy pattern أو انسخ الstyle ده وحطه في حتة تانية. وممكن آجي هنا مثلًا أقول له حط لي مع سقفة، فنيجي نسمع كده. يبقى أنا باتحكم في الإيقاع، بالتالي سقف رقم 3 مثلًا. أنا من هنا أقدر أعمل أو أركب أي إيقاع أنا عايزه، وهو من نفسه هيمشي عليه. طيب أنا ممكن أعمل إيه تاني؟ أنت لو جيت هنا على presence وفتحت الpresets، كل واحدة من دي إيقاع مختلف. زي ما أنت شايف، دي crash party، echo party، golden state، mixtape. وكل واحد من الإيقاعات دي أو من الpresets دي أقدر أعدل عليها أكتر. ocean boulevard. يعني مثلًا مش عاجبني الpattern ده، ممكن آجي هنا وأقول له مثلًا أنا عايز الpattern ده. وكل ده إحنا بنتكلم على أول نوع drums اللي هو اسمه pop rock. أنت لو جيت هنا وفتحت دوست على كلمة pop rock، هتلاقي عندك كل دي أنواع drums بستايلات. يعني مثلًا ممكن تعالَ مثلًا على punk rock، هيقول لك عايز تغيّر الsession player هتقول له آه. غيّر الإيقاع تمامًا بالkit نفسها. ولو أنت جيت على الpresets وفتحتها هتلاقي كل واحدة جواها إيقاعات مختلفة. فأنت عندك تقريبًا عدد لا نهائي من الإيقاعات، بعدد لا نهائي من الأرتام بالستايلات، وكل واحد أقدر أعدّل عليه وأغيّر فيه حاجات. طيب أنا مثلًا اخترت الdrums ده funky wrong rider مثلًا. مش عاجبني الإيقاع، هاجي على كده أقول له regenerate. مش regenerate، regenerate. زي ما أنت شايف كل مرّة بيغيّر، لو ركزت هنا بيغيّر الإيقاع. أنا شايل كيكاية، حاطط كيكاية، وأقدر أتحكم في كل حاجة. لنفترض مثلًا أنا باحب أشتغل بالkit دي اللي اسمها pop rock. تمام؟ عاجبني صوت السنيرة وعاجبني صوت الkit. وبرضه لو أنت ركزت هتلاقي إن هنا حاطط لك مع الkit كل الeffects جاهزة. يعني حاطط عليه EQ وحاطط عليه glow، يعني لو اسمع كده ده زي reverb، وحاطط عليه limiter، فأنت مش محتاج تعدّل فيه أي حاجة أو تعمل عليه mixing خالص. طيب أنا بقى شخصيًا باحب الkit دي ليه؟ إن أنا لو جيت عليها ودوست P هيفتح لك البيانو رول بتاع الإيقاع نفسه. هو لاعب الإيقاع ده مثلًا. أنا عملت إيه؟ أنا جيت مسحت ده كله. تمام؟ ورُحت جاي كاتب إيقاع مقسوم وعامل له save. هيقول لك سجّل اسم الpreset، تسجّل أنت اسم الpreset اللي أنت عايز تقولها. أنا كنت مسجّلها مقسوم، وعملت واحد مقسوم وواحد واحدة وحطيتهم هنا. لو أنا جيت عايز إيقاع مقسوم على طول باجي على الpresets واقول له مقسوم. اسمع كده. بقى عندي إيقاع مقسوم جاهز، وبعدين أنا ممكن أعدّل في
اللازمات، أقول له لأ زوّد لي لازمات أكتر. أو مثلًا لأ، العب لي أكتر في اللازمات، فآجي على الflex complexity وأعلّيه على الآخر، اسمع كده. فبقى عندك drummer محترف جاهز للشغل اللي عندك في أي وقت تحت إيدك. مثلًا حبيت إن أنا ألعب وِحدة، أنا مسجّل واحدة، واحدة. حسيت إن اللايهات كتيرة، أقول له اقفل اللايهات. سامع السنيرة اللي في الورا دي؟ اسمع ركّز كده، تِك، تِك، دي اسمها الghost. أنا لو جيت هنا وقُلت له قلل الghost، زي ما أنت شايف الghost النوَت اللي بيسموها الghost notes بتختفي. اسمع كده، أنا ممكن أقفلها خالص، فهتبقى مقسوم صريح، وحدة صريح. يا ترى السنيرة دي مش عاجباني، أنا ممكن أقول له العبها في side والعب معاها ride مثلًا، أو العبها hi hat. بس أنا عايز الhi hat تبقى مقفولة. فأنت ممكن تعمل أي حاجة، وكل مرّة بيطلّع لك إيقاع جديد تمامًا. طيب، زي ما أنت شايف هنا، أنت لو جيت في الآخر على آخر الregion هتلاقي في plus، هيزوّد لك واحدة جديدة، وهو من نَفْسه هيحُط لازمة ما بين الاتنين regions. فالdrummer player ده اختراع الصراحة جميل جدًا من Apple، وأنا باشكرهم على الاختراع ده. إن أنت عندك حاجة محتاج drummer يلعب معاك، مش محتاج تدوّر على لوبات وتشوف حاجات. لأ، أنت عندك drummer جاهز تقول له apply، هتلعب مرّة واحدة بس إيقاع وتسجّل الpreset ده، وكل مرّة الpreset ده موجود عندك وتقدر تعدّل عليه كل مرّة. مثلًا أنا عندي مثلًا حاجة زي كده وعايز drummer، مش هاقعد أنا أروح أدوّر على حد ييجي يلعب لي drummer أو أدوّر على loops، لأ، هاجي أقول له حُط لي drummer pop rock، تمام، وآجي على presets وأقول له مقسوم، بس كده. اسمع كده، يعني أنا مش محتاج drummer ييجي يلعب معايا خالص، بالعكس كل حاجة مسجلة عندي، مجرد إن أنا باحطه وهو بيشتغل على طول. أتمنى أكون شرحت بسرعة كده إيه الsession player drummer، وأنت ممكن تمشي بالخطوات دي وتدوّر تمسك drum وتختار الصوت اللي أنت عايزه وتشوف الإيقاع اللي أنت عايزه، ولو ما عجبكش أي إيقاع من دول تبني أنت الإيقاع بتاعك. كل اللي عليك اللي أنت هتيجي على الtrack وتدوس P، هيفتح لك الpiano roll وتحط ترسم الإيقاع بتاعك اللي أنت عايزه، ومن هو هيلعب نفسه. لو عجبتك الفكرة دي اشترك في القناة وفعل الجرس عشان ييجي لك كل جديد من Logic Pro Tips and Tricks بالعربي. وإن شاء الله المرة الجاية هنفتح الكيبورد بلاير أو الsession player بتاع الكيبورد، دي هيبقى شرحها هيبقى أطول شوية علشان فيها حاجات كتيرة زيادة، إنه بيستخدم الchord ID في Pro 12 وبيقدر يحدد الكوردات وتخليه يلعب معاك. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.